مشاهدينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها بالعناوين. البلاد تحيي اليوم العالمي للطفل. حاكم إقليم القشبركة يتفقد تقدم أعمال بناء مؤسسات الخدمات الاجتماعية. تتويج الدراجين بلقب بطولة أفريقيا للدراجات الهوائية. مؤتمر المناخ العالمي يقر اتفاق تسوية يتجاهل الوقود الأحفوري. الولايات المتحدة بصدد إطلاق مرحلة جديدة من العمليات ضد فنزويلا. ووزيرا خارجية الصين وطاجكستان يعقدان أول حوار استراتيجي. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. تم الاحتفال بالعشرين من نوفمبر اليوم العالمي للطفل للمرة 34 على مستوى البلاد في مديرية الشعب تحت شعار تميز الأطفال لنتاج الرعاية الأبوية الكفؤة. حضر الحفل وزيرة العمل والرعاية الاجتماعية السيدة الأولغا برآب، وحاكمة إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبراهام، وممثلة اليونيسيف في إريتريا السيدة حواء بيج، ومسؤولون آخرون وعدد كبير من المواطنين. وقال مدير مديرية الشعب السيد أبو بكر إبراهيم في المناسبة إن الحكومة حققت نجاحات كبيرة في ضمان حصول الأطفال على جميع حقوقهم واحتياجاتهم وأن يصبحوا مواطنين أكفأ، مشيرا إلى القفزة التي تحققت في خدمات التعليم والصحة ومحاربة العادات الضارة. وأوضح المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في الإقليم السيد رزني في السهم، أوضح أن الأسرة هي العامل الرئيسي والحاسم في معاملة وتربية الأبناء بشكل صحيح، إلى جانب دور المجتمع والمدرسة ووسائل الإعلام والبيئة المحيطة. وذكرت ممثلة اليونيسيف في إريتريا السيدة حواء بيج أن المجتمع الذي يحافظ على قيمه يشكل بشكل صحيح سوف ينجح في رعاية الأطفال، مشيدة بما لمسته من رعاية وعناية جيدة بالأطفال في إريتريا. تخلل الحفل عروض فنية قدمتها فرقتي وادي لابا والورود الحمراء في مديرية شعب. قام حاكم إقليم القشبركة السفير محمود علي حروي بتفقد التقدم المحرز في بناء مؤسسات الخدمات الاجتماعية في مديريات ملقي وشامبقة وفورت السوا والفصول الدراسية الإضافية. شملت الجولة التفقدية عملية بناء مدرسة الجهان وبشوكة والمركز الصحي في شامبقة وغرف انتظار الحوامل في بمنة وروضة أطفال أديبرا ومدرسة شنغريبات التي تشيد بتعاون الشعب وإدارة الإقليم وقوات الدفاع. واطلع السفير محمود علي على التقدم العام للعمل، وأشاد بدور مساهمة المواطنين وقوات الدفاع، مذكرا بالدفع بمثل هذه المبادرات. وأكد في الختام على أن إدارة الإقليم ستساهم في تعزيز برامج التنمية التي ينفذها المواطنون وقوات الدفاع في مختلف أنحاء إقليم القشبركة. نظمت الجالية الإريترية في مدينة الرياض ودواحيها بالمملكة العربية السعودية مهرجانها السنوي يومي 20 و21 من نوفمبر الجاري في قاعة نغفة في مقر السفارة الإريترية بالرياض تحت شعار نهجنا حسننا المنع. ونظم المهرجان بحضور مدير عام الدوائر في وزارة الشؤون الخارجية السفير ستيفانوس هبتماريان بعرض للصور يعكس مسيرة كفاح الشعب الإريتري ومراحل التصدي والصمود، وعرض للتراث نظمته عضوات الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية بالجالية، وعرض للمواد الأكاديمية من قبل طلاب المدرسة العالمية الإريترية، وعروض فنية وثقافية والبازار، وسيمينارات في الشؤون الداخلية والإقليمية إلى جانب المنافسات الرياضية. وأشاد رئيس الجالية السيد تسفاي تخلي في كلمته الافتتاحية الجهات التي ساهمت في إنجاح المهرجان، بذكر أن المهرجانات الوطنية جزء لا يتجزأ من عملية التعريف عن الثقافات والهوية الإريترية التي بدورها تسهم في إظهار الصورة الحقيقية للإريتريا في المحافل الدولية. وأوضحت القائم بأعمال السفارة الإريترية لدى المملكة السيدة وين كرزغهير أن البلاد تقدم على تأسيس علاقات دبلوماسية وشراكات دولية للحفاظ على سيادة الوطنية في حين تشهد المنطقة والإقليم توترات وتطورات خطيرة وسريعة نظرا إلى أهمية موقع إريتريا الجيوسياسي.
وعقد السفير ستيفانوس هبتماريام سيمينارا شرح فيه الأوضاع الراهنة مركزا على تفاصيل سير البرامج التنموية التي تنفذ بتكاتف الشعب والحكومة وقوات الدفاع الباسلة، مشيدا بمساهمة المواطنين المقيمين في المهجر في البرامج الوطنية عامة والتنموية خاصة، وحثهم على تعزيز مساهمتهم ووحدتهم الوطنية في هذه المرحلة الانتقالية. وقدمت الجوائز على الفرق الفائزة في المنافسات التي نظمت بالمناسبة. عقد مدير مدينة كرن السيد رزاني الرعية لقاء مع التجار يوم 20 من نوفمبر تركز حول أوضاع الأسواق والأسعار، وذكر التجار بالالتزام بالإعانات والإرشادات التجارية والقيام بأنشطة تضع سلامة ونظافة ومصلحة الزبون في المقام الأول. وفيما يتعلق بالتدخين والتبغ، قال إن المرسوم الوطني يتم تنفيذه على نطاق واسع في كرن منذ عام 2023، وتم ملاحظة تغيير كبير في السلوك، ودعا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لأن السجائر تباع في الدكاكين خارج مواقع البيع المخصصة. وقال المدير العام لقسم التجارة والصناعة والمعادن في إقليم عنسبة السيد هبتزقي بلسم، قال إنه يجب على التجار الالتزام بقواعد الأعمال التجارية العادلة بموجب المرسوم رقم 132 لعام 2024، بالإضافة إلى قواعد مراقبة تراخيص الأعمال والتسجيل بموجب المرسوم رقم 133 لعام 2024، مذكرا أن الأعمال غير المشروعة وعدم تجديد التراخيص التجارية في الوقت المحدد وعدم دفع الضرائب الحكومية في الوقت المحدد أيضا واختلاط الأنشطة والعمل بدون ترخيص هي أعمال يعاقب عليها القانون وتخضع لعقوبات صارمة. وأبان بأن زيادة أسعار المشروبات الغازية والمشروبات الكحولية المنتجة في البلاد ليست غير قانونية فحسب، بل إنها جريمة جنائية أيضا، داعيا إلى إتلاف السلع الاستهلاكية والأدوية منتهية الصلاحية بالتنسيق مع الجهات المعنية. ودعا المشاركون بدورهم إلى مواصلة مثل هذه اللقاءات لدورها في رفع الوعي العام. دعا مكتب الزراعة في مديرية حلحل المزارعين إلى الاستفادة من مياه السدود المتواجدة في مياه ورد وقرصة وفنشبكم. وأوضح مسؤول المكتب السيد ياسين عثمان وجود 12 سدا كبيرا وصغيرا بسعة تتراوح بين 8000 إلى 170 ألف متر مكعب من المياه، مشيرا إلى أن السد في وسط بلدة حلحل يسهم في تنمية المياه الجوفية وتربية الأسماك، فيما يتم استخدام الباقي لتوفير مياه الشرب للإنسان والحيوان وزراعة الخضروات والفواكه. وأضاف أن وزارة الزراعة توفر المبيدات والأسمدة للمزارعين مجانا وبأسعار مناسبة لتعزيز الإنتاج الزراعي بشكل عام والخضروات والفواكه بشكل خاص. وذكر المزارعون بأن السدود خزنت ما يكفي من المياه حسب قدراتها، وقد ساعدتهم في التركيز على البستنة وتربية الماشية. استشهد في 22 من نوفمبر المناضل العميد قبر كيدان هبتاب حنطال ودي مني عن عمر ناهز 73 عاما جراء مرض ألم به. التحق المناضل العميد قبر كيدان هبتاب ودي مني بقوات التحرير الشعبية عام 1973، وخدم في مرحلة الكفاح المسلح في القوات المقاتلة من الجندي العادي إلى قائد هيئة فرقة عسكرية، وبعد الاستقلال عمل قائدا لفرقة عسكرية وصولا إلى قائد هيئة فيلق عسكري، ومن نهاية عام 2003 وحتى 2017 مسؤولا لقسم الجوازات والجنسية، حيث خدم وطنه بتفاني ل 52 سنة من عمره من أجل الاستقلال والدفاع عن السيادة والبناء. الشهيد العميد قبر كيدان هبتاب والدمني متزوج وأب لابنين، وسيوارى جثمانه الثرى في الساعة 10 من صباح يوم الاثنين في مقبرة الشهداء في أسمرة. تعرب قوات الأمن والشرطة عن بالغ حزنها لاستشهاد العميد قبر كيدان هبتاب والدمني، وتقدم تعازيها لأسرته ورفاقه وزملائه. أحرز المنتخب الوطني للدراجات الهوائية إنجازا قاريا جديدا بعد تتويجه اليوم الأحد بلقبين في منافسات البطولة الإفريقية للدراجات الهوائية التي احتضنتها مدينة كوالي الكينية.
وتوج الدراج الأولمبي الإريتري مرهو قدوس بلقب أفريقيا لعام 2025 محققا الميدالية الذهبية بعد أن قطع مسافة السباق في زمن قدره 3 ساعات و53 دقيقة و6 ثوان، وبمعدل سرعة وسطي بلغ 42.1 كم في الساعة ليتوج باللقب القاري عن جدارة. كما واصل المنتخب تألقه بحصول الدراج عوض أمان على الميدالية الفضية في إنجاز مزدوج يؤكد الهيمنة الإريتري على سباقات الدراجات في القارة السمراء. وفي باقي النتائج حقق الدراج ناتان مدهاني المركز الخامس، في محل نور أحمد عبد الوهاب في المركز العشرين، ليعزز المنتخب حضوره القوي في مختلف ترتيبات السباق. هذا وكان الدراج ناتان تسفالم قد أهدى البلاد الذهبية الأولى في النسخة 13 بعد ما توج بالمركز الأول في سباق الطريق للناشئين الذي امتد لمسافة 107.6 كيلومتر، مسجلا توقيت زمني قدره 2 دقيقة و19 ثانية. وتفوق الدراج الناشئ على صاحب المركز الثاني الأوغندي بول ميرو، بينما جاء الناميبي روجر سورين بالمركز الثالث، وكان المركز الرابع من نصيب الدراج الإريتري أخليل يوهنس، بينما حل كيفن تخل مريم وناهوم إفريم بالمركزين الثامن والتاسع على الترتيب. مشاهدينا فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم. تبنت الدول اتفاقا في ختام مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في البرازيل بعد ما قبل الاتحاد الأوروبي بنص يتضمن إشارة ضمنية فقط إلى التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري عقب مفاوضات شاقة مع البلدان المنتجة للنفط والناشئة. ونجحت رئاسة البرازيل لمؤتمر المناخ في تمرير اتفاق تسوية للمناخ من شأنه أن يعزز تمويل الدول الفقيرة التي تسعى للتعامل مع ظاهرة الاحتباس الحراري، لكنه أغفل أي ذكر للوقود الأحفوري الذي يسببه. وعقدت نحو 200 دولة محادثات بدأت في 10 نوفمبر في مدينة بيليم البرازيلية الواقعة في منطقة الأمازون، واستمرت المفاوضات للتوصل إلى النص التوافقي. ويدعو الاتفاق الدول إلى تسريع إجراءاتها المناخية طوعية، ويذكر بالإجماع الذي تم التوصل إليه في مؤتمر الأطراف 28 في دبي عام 2023، والذي دعا العالم إلى التخلي عن الوقود الأحفوري. قال 4 مسؤولين أمريكيين لرويترز إن الولايات المتحدة تستعد لإطلاق مرحلة جديدة من العمليات المتعلقة بفنزويلا في الأيام المقبلة، في وقت تصعد فيه الإدارة الأمريكية من ضغوطها على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو. وانتشرت تقارير عن تحرك يلوح في الأفق في الأسابيع القليلة الماضية مع نشر الجيش الأمريكي قوات في منطقة البحر الكاريبي وسط تدهور للعلاقات مع فنزويلا. كانت إدارة ترامب تدرس الخيارات المتعلقة بفنزويلا لمكافحة ما وصفته بدور الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في توريد المخدرات غير المشروعة التي أودت بحياة أمريكيين، ونفى الرئيس الفنزويلي أي صلة له بتجارة المخدرات. في أول حوار استراتيجي بين وزير الخارجية الصيني وانغ يي ووزير الخارجية الطاجيكي سراج الدين مهر الدين، دعا وانغ يي الصين وطاجكستان إلى السعي جاهدين نحو إحراز تقدم جديد في الشراكة التعاونية الاستراتيجية الشاملة في العصر الجديد. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة شنخوا أن الجانبين أجريا مناقشات معمقة بشأن تنفيذ التوافق الذي توصل إليه رئيسا الدولتين وتعميق التعاون متبادل المنفعة، وتوصلا إلى اتفاق واسع النطاق، وأطلقا بشكل مشترك آلية الحوار الاستراتيجي بين وزيري خارجية الصين وطاجكستان. وعقب المحادثات أصدر الجانبان البيان المشترك للحوار الاستراتيجي الأول بين وزيري خارجية الصين وطاجكستان. الخبر الأخير في هذه النشرة:
أصدرت كوريا الجنوبية إنذارا من المستوى الأول للاستجابة لحرائق الغابات بعد اندلاع حريق غابات في غابات يانغ يانغ بمقاطعة كونغوون في الجزء الشمالي الشرقي من البلاد، مما أدى إلى إجلاء مئات الأشخاص. وذكرت وكالة رويترز أن هيئة الغابات الكورية قامت بتنشيط تنبيهات المستوى الأول مع استمرار جهود مكافحة الحرائق في بلدة التخييم والشاطئ الشهيرة، والتي تقدر مساحتها الآن بما يتراوح بين 10 و50 هكتار. ونشر السلطات الغابات 101 مركبة لإخماد الحرائق و326 فردا و25 طائرة هليكوبتر لاحتواء الحريق. ختاما لنشرة هذا المساء مشاهدينا في كل مكان، إليكم أبرز ما جاء فيها. البلاد تحيي اليوم العالمي للطفل. حاكم إقليم القشبركة يتفقد تقدم أعمال بناء مؤسسات الخدمات الاجتماعية. تتويج الدراجين بلقب بطولة أفريقيا للدراجات الهوائية. مؤتمر المناخ العالمي يقول ارتفاع تسوية يتجاهل الوقود الأحفوري. الولايات المتحدة بصدد إطلاق مرحلة جديدة من العمليات ضد فنزويلا. ووزيرا خارجية الصين وطاجكستان يعقدان أول حوار استراتيجي. سادتي سيدات، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، ودمتم في أمان.